ابن عمي؟ نعم يا عيون ابن عمي. بتزعل إذا قلت لك؟ قولي. لا بتزعل. ما بزعل، لو بزعل ما قلت لك قولي. بدك تشتري لي سيارة؟ وليش بقى؟ ما عاد يمشي حال السرافيس معك؟ مو سيارة حتى أركب فيها، تاكسي. أنا ما بعرف سوق، وأنت ما بتعرفي تسوقي، مشان شو التاكسي؟ منأجرها ومنستفيد منها. ليش أنا منقص عليك شيء حتى تفكري بهالشغلة؟ لا بس بعدين. لا تفكري بعدين، إيه معنا مصاري بكفونا 3 سنين لقدام. بدك تعمل حسابك 50 سنة لقدام، مو 3 سنين. إيه أنا إذا عشت 3 سنين ألف نعمة من الله، ليش بدي لبك حالي ب50 سنة؟ ايه مو مشانك أبو زهير، مشان أولادك. أولادي كل واحد منهم قد الجحش، وكل واحد بإيده صنعة، مو محتاجين. مو أولادك من مرتك الأولانية. لكن من مين؟ منك؟ ايه. وأحلى تاكسي لوحيد، تكرم عيونك. وليش وحيد؟ قلت هيك، بلحق خلف غيره؟ ان شاء الله. مفكر لي حالك بدك تخلف لي ولد واحد وتحط راسك؟ لا حبيبي، بدك تخلف لي 10 اولاد وتربي لي اياهم لحتى يصيروا شباب. معقول أعيش 30 سنة كمان؟ ان شاء الله مو 30، 40 و50 سنة لقدام، قول ان شاء الله. إن شاء الله. نرجع لموضوعنا. موضوع التاكسي؟ ايه، ما بدي اياه الولد يفتح عيونه ويلاقي حاله فقير، بدي اياه يكبر ويلاقي الدنيا ضحكانة بوشه. إيه الحق معك، بدي إياه إذا لا سمح الله ما شافني يقول كتر خيره أبي اللي ورتني، مو يقول الله لا يوفقه لأنه خلفني. حاجة تقول هالحكي؟ ان شاء الله يربى تحت جناحك ويركبك التاكسي وياخدك مشاوير. إيه مو مثل هدنك أولادي الله عدمني إياهم، هدنك أولاد عاقين. سوسو، نعم ابن عمي. هلا صرتي حلالي وعليك الأمان. في شغلة ما عم تخليني نام وجوابها عندك. شو هي الشغلة؟ بذمتك ووجدانك، شغلة ابن أخي صحيحة؟ يعني تحرش فيكي؟ لك لا، ابي هالقصة كلها فبركة فبركة. قال شو بده يأمن لي قرشين او يجوزني. هي ما دارت لي، شلون فبركة؟ قال لي اطلع على باب زقاق، اول واحد بمر هي الحنفية منزوعة، واول واحد مر هو ابن اخوه. ايه ايه شو ايه مبينة القصة. اول ما فات يصلح الحنفية زعوطت وما خليت صوت الا عليته، وجمعت الجيران كلياتها عليه، اجت الشرطة اخذته. الحمد لله، الحمد لله اللي طلع ابن أخي، ولا ما كنا قدرنا نصطادك. لك يسلموا هاليدين، ليش عذبتي حالك؟ كل أنا كل. كنت حضرت العشاء. كل صحتين وهنا. على قلب. شو هاي؟ ايه تكرم عيونك. يا مو امي ايوه يا امي مو ما في حدا. امية يا مو يا مو تعال غرفتها لتكون نايمة جوا. ما في حدا. شلون ما في حدا؟ عمل لك ما في حدا. تعال شو وين بدها تروح يعني؟ هي عشان متر تحت تمشي لحالها. لك شو عم تعمل أنت وياه هون؟ بيتنا. هذا بيتي مو بيتكم. انت ابونا واللي إلك بيرجع لنا. بس مو تبتورتوني، هلا ما إلكم عنده شيء؟ ليش رح تخلي شيء حتى تموت؟ سعاد خانم رح تبيعك كل شيء. أنا مو مثل حكايتكم ما بفكر غير بحالي، كل بيعة عم بيعة عم بحسب حسابكم فيها. من نيتكم على حالكم، رح أعطي كل واحد منكم 10,000 ليرة من حق هالبيت. اسمع على السمع، اسمع، بيت بيسوى له 7 ملايين، 10 ملايين بدك تعطينا 10,000 ورقة. الله يرضى عليك يا بيي. ولك كبران، قديش بدك لكان؟ يعني ما بصير غير تكوش على كل شيء؟ لك بيت النايحة هدوا شوي هدوا شوي. يا ابي هلا امي وينها؟ استأجرت لها غرفة بالكيكية، بالجبل فوق. هو صحيح ما في كهرباء وما في مي والطريق مو مزفر، بس وعدوا انه يعملوا هالاشياء كلها وينفذوها. هوا نظيف، نتنشط هنيك. لك يا ابي حرام والله حرام، خليها هون بعدين بيع البيت. ما بقدر يا ابني، ما بقدر، لانه كل ما يجي واحد بده يشوف البيت مشان يشتريه بحسبها مستاجره، ما عم يرغب فيه. شو بدي اعمل؟ ها اجوا، تفضلوا اجوا الزباين اجوا. اهلا وسهلا. السلام عليكم.
الجماعة مستعجلين، خليه يتفرجوا على البيت. بعد هيك يكون بعلمكم ابي عم يبيع البيت من ورا ظهرنا. ليش في إشكاليات قانونية حول البيت؟ على أساس قال لي لا. ما في شيء، ما في شيء حول البيت ابدا. بيتي وانا حر فيه، بدي بيعه. يعدمني اياك كبران. يكون بعلمكم اذا اخذتوا البيت ما راح تتهنوا فيه لانه راح نلاحقكم قانونيا. بتعرفوا ليش؟ لانه ابي مو بكامل قواه العقليه. سد بوزك للصبصيص. اخي بطلنا هالشروه وشو البيع لا طولوا بالكم، لا تستعجلوا يا شباب، لازم تتفرجوا على البيت الاول. ما بشي. هذا مو حكي، قول في مشاكل. يصطفلوا اخي، لا تشتروا البيت، ألف واحد بتمناه، لا تجيب لي هيك زراير. ولا انت وياه، هلا كل شغله بدكم تطلعوا لي فيها سنجع عرض انت وياه. حقنا وعم نطالب فيه. انتوا ما عندكم حق عندي، يلا شرفوا طلعوا لبرا. لا بابا، ما بنطلع من هون تكتب لنا حجه بهالبيت. شو؟ حجه، واذا بدك هلا بنجيب الشهود بنعملها. واذا ما كتبت لكم شو بتعملوا؟ راح نحبسك جوا طول عمرك وراح نناوب عليك بالدور. شو قلت؟ وليش؟ وانت معهم؟ انا ما دخلني بهالقصه، ما دخلني. تصطفلوا ببعض، قرروا بعدين احكوا معي. يا بي هو اخونا واذا ماله لسان يطالب بحقه مو معناتها بنتخلى عنه، بدنا نحصل له حقه اجباري. طقوا، مالي كاتب لكم شيء، واللي بيطلع بايدكم اعملوه. يا حوينة هالترباية اللي ربيتكم اياها. لك حاجة أبو زهير، هلا بتحرق سقف حلقك. ما انت حرقتيني كلياتني، ما ضل غير سقف حلقي، بدي احرقه. بإيش حرقتك؟ بلا حبك عملتيني بروستد. طيب عم ندق الباب، روح شوف مين. روح. غليظ وتقيل دم مين ما كان يخون. ايش بدك يعني؟ كأنه عايشين ببرية، ما بدك يجينا ضيوف بنوب؟ ولك يشغلها بس مو بشهر العسل. يمكن جاي حدا يبارك لنا. روح افتح، روح. الهي يا رب تكون مخربط بالعنوان يا رب. مرحبا، اهلين. حضرتك ابو زهير ادهم النايحه؟ ايه نعم، اذا بدك تفضل. يكتر خيرك، مستعجل، جاي احكي معك بموضوع. موضوع شو؟ بخصوص اخوك سعيد، يعني انت اخوه الكبير وبتقدر تحل الموضوع. خير، شو ابو سعيد؟ سعيد اخوك كان يشتغل عندي على السياره وضربها، اكيد حضرتك بتعرف القصه. ايه بعرفها، شو في كمان؟ صار لها فتره ملحوشه عند المصلح ومصالحي متضرره، واخوك سعيد ما بيعرف يدبر مصاري. ما إلك غير منصور هو اللي بيمون عليه. مين منصور؟ اخي الثاني هداك في احتمال يدفع لك، انا نقله ما معي. يكتر خيرك، معيتك لكان اعطينا عنوان منصور. العنوان ما بيضيع، بحارة النجارين. اسأل وين منصور النايحة بدلوك. يلا الله معك، تيسر، مع السلامة، روح. اخ منه اخ. مين أبو زهير؟ سعيد ومشاكله بيبلينا بكل بلوة والعياذ بالله. يعني ندق الباب، روح شوف مين. روح. ما بدي اشوف، ينفلق. وين بنعمل حالنا مو هون. ما بيصير أبو زهير، بدك العالم تحكي علينا. روح افتح. يفتحوا قبره وانت الهي تطلعي على قبري. يبعد الشر ابن عمي. مرحبا، اهلين. حضرتك ابو زهير؟ ايه نعم، اذا بدك تفضل. لا معلش مستعجل. خير، شو في؟ انا عندي مشكله مع اخوك سعيد، وقالوا لي ما بيحل لك المشكله غير ابو زهير. ما إلك غير منصور، بوشك على حارة النجارين. مين منصور؟ اخي ما حدا بيطلع بايده يحل الموضوع غيره، وكلمته عند سعيد ما بصير تنتين. يلا على حارة النجارين، بتسأل وين منصور بدلوك عليه. الله معك. يقطع عمره. مين ابن عمي؟ اخي سعيد رح يجلطني بمشاكله. اوعك تعملها قبل ما تشوفه. لمين؟ لابنك، ليك عم يلبط. صار يلبي؟ يعني لك وشي شوي. ايه محله. لا حله، مو ابنك. انتو سلالة بيت النايحة بتلبط على بكير بس بتها محروقة. روح افتح، روح يلا. يفتحوا له باب جهنم. جاي. مرحبا. مرحبتين. ما إلك غير أخي منصور، بتلاقيه بحارة النجارين. لك حبيبي، ما بدك تعرف الاول ليش جاي؟ بعرف، بدك واحد يحل لك مشكلتك مع سعيد، ما هيك؟ مزبوط والله. خلص بوشك على حارة النجارين، الله معك، انتهت المقابلة.
شو الخيلة هاي؟ قاعدين عم تتسلوا وانا ملطوع جوا؟ افتحوا لي الباب، افتحوا لي، بدي اطلع قبل ما اشتكي عليكم للشرطة، بعدين بنخرب بيتكم واحد واحد. هذا اذا صح لك تطلع من الغرفه ابقى اشتكي. ومالك طلع لتوقع لي هالحجه؟ بدكم تحتالوا علي؟ بدكم تسرقوا ابوكم؟ هذا اسمه مو سرقه، ابوك ورث لك البيت وانت لازم تورث لنا يا إذا رعاب. كان مو احسن ما تعطيه للغريبه؟ لك مو للغريبة، لابني الادم الكربوجة اللي جاي على الطريق، لابني يلي بيستاهل، انتم ما بتستاهلوا. هذا اذا صح لك تشوفه. انا كايا فيكم رح اعيش 150 سنة، ما رح اموت قبل ما احرمكم من كل شيء، صفوة الموقد بدي احرمكم اياها. دشش. غشاش دبيش. دشش. لا مو دشيش هاد. انا عم اقول دشش. مو دشيش. دشش. مو دشيش اخي. يا اخي دشش. طالعوا ها. انت ما عم تطلع منيح. دشش. شو ما عم طلع؟ انا عم لك ليك دشش. هو شاف اللعبه. بطلت العاب. بطل اخي. لك عملتكم افتحوا لي، ما راح افتح لك. لك افتحوا لي، ما عاد فيني شبك. مسنوع وكل غياراتي مو هون عند سوسو. قوم افتح له قوم. لك عشان شبك عشان افتح لي. شو هاد؟ حبس رسمي؟ حبس الشرطة مو مسكر هيك؟ حابسيني؟ الله يعدمني اياكم. الاب اللي بكب اولاده الحبس قليل عليه. ما معي قلم هلا اوقع لكم الحجة. ليك الحجه جاهزه وتوقيع الشهود جاهزين والقلم جاهز، تعا وقع. ايه ماشي الحال، رح اوقع. يا حوالي تربايتي فيكم، اعطيني القلم لشوف. مسك. هي وقعت، فكوا اسري بقى. والله إيه هذا مو توقيعك، بدك تضحك علينا؟ إيه لا، انا غيرت توقيعي، هيك صار هذا توقيعي. ها معناها بصوم طالما غيرت توقيعها. انا ابصم؟ شو شايفني امي قدامك؟ انا حامل الشهاده الابتدائيه، والشهاده الابتدائيه على زماننا مثل الجامعه هالايام. لك يا بابا ارجوك ليش هيك عم تعاملنا؟ بصوم احسن ما رجعك على الحبس. ما ببصم، رجعني. مين؟ يا عمي ابوك هون؟ يا وين؟ وينك يا سعيد الله بحالي؟ ولادي حابسيني. تعوا احسن ما اخلع البوابه. ها اهلين عمي سعيد. بلا تلبسي ابوك شو عم تعملوا له؟ ابو زهير. انا سعيد، ولادي حابسيني، بدهم يموتوني مشان يرتوني. لكن انتم ما بتستووا على دمكم، ما عندكم شرف؟ نحن اللي ما عندنا شرف ولا مرته اللي عرفانته خرفان وقاعد عم تلعب عليه؟ روح افتح له الباب، روح افتح له، روح. افتح. سوسو لك حلوا عنه بقى، لو كنتوا عم تشتغلوا بهالوقت اللي عم تضيعوه على الفاضي كان صار عندكم 200 بيت مثل هالبيت، حلوا عنه. عمي هذا البيت ما بينباع الا على جثتنا. لك يا عمي انا من طرفكم وبعرف انه ابوكم غلطان، بس ما بتقدروا تعملوا معه شيء. اذا صمم يعمل هيك يعني هيك. ابن النايحه هذا تنح. ونحن خرفته، يعني اذا قلنا هيك البيت ما راح ينباع. طيب انا ما بقى اتدخل، اعملوا اللي بدكم اياه، بس برضاي عليكم تذكروا انه بضل هذا ابوكم، ما بدي فضايح بعيله النايحه انا. عمي كل اللي شايفه قدامك تمثيل بتمثيل مشان يتراجع عن قراره، نحن ما بنعمل شيء لما يرضيك. ها يعني عم تخطط انت، ضب لي المفتاح من خليتي. اسمعوا شو عم لكم، انا مالي فاضي لكم 100 مشكله براسي. ها ما بدي ضل رايح جاي مثل مكوك الحايك من وراكم وورا ابوكم وورا سوسو ابوكم.